تبدأ قصة فيلمنا النهاردة ببرنامج تلفزيوني، وكانوا عاملين لقاء مع واحدة، وبدأت مذيعة البرنامج تقول للمشاهدين إن جريمة القتل اللي حصلت قبل سنة ما طلعش منها غير شخص واحد، وهو كمان موجود معانا عشان نعرف منه القصة كاملة. وسألت المذيعة البنت اللي عاملين معاها لقاء، وبتقول ليها لما صحيتي من النوم وشفتي نفسك في المراية كان إيه ردة فعلك؟ فردت عليها البنت وبتقول ليها إنها كانت تتمنى الموت وما تشوفش شكلها كده، وقالت ليها إن الناس والأطفال كلهم بيخافوا من شكلي، وإن الموضوع مسبب ليها مشكلة كبيرة مش مخليها تقدر تعيش حياة طبيعية زي باقي الناس. وبتسألها المذيعة إن في إشاعات بتقول إن المهرج اللي عمل فيها كده مات لأن جثته اختفت، ولغاية دلوقتي ما وصلتش للمشرحة ومحدش يعرف فين راحت جثته. فردت عليها وبتقول ليها إن احتمال يكون مات. وفجأة بيتكسر التلفزيون وبيظهر المهرج، وكان واضح عليه إنه بيجهز نفسه. وأول لما خلصت المذيعة اللقاء بتروح على أوضتها، فبيجي ليها اتصال من حبيبها وبتحكي معاه وتقول له إن هي كانت خايفة جدا ومرعوبة من البنت اللي عملت معاها لقاء، لأن كان شكلها مرعب والناس كان ليها حق إنهم يخافوا منها. وفجأة بتسمع صوت جاي من ناحية الملابس، وقامت عشان تشوف الصوت ده جاي منين، وهنا بتظهر ليها البنت المخيفة وخلت ضوافرها في عيون المذيعة ووقعتها على الأرض. وبتموت المذيعة على إيد البنت المتوحشة، وفضلت البنت تضحك بشكل يخوف. وبنرجع سنة من الأحداث وبنعرف إن قصة البنت المتوحشة كان اسمها تارا ومعاها صديقتها داون، وكانوا بيتمشوا في الشارع، وكانت صاحبتها داون سكرانة. وأول لما شافتها تارا مش فايقة اقترحت عليها إنهم يروحوا المطعم عشان تقدر تفوق شوية. في اللحظة دي بيظهر ليهم شخص غريب وكان شايل كيس اسود في ايده ولابس لبس مهرج، واول لما شافته تارا خافت منه، لكن صاحبتها بتروح ليه وبتقول له ان تارا معجبه بيه وعايزه كمان رقمك. لكن فجاه بيختفي المهرج من قدامهم، واول لما دخلوا المطعم دخل وراهم وقعد في ترابيزه قريبه منهم وفضل يراقب فيهم، وكان مركز مع تارا بنظرات تخوف. فخافت تارا من نظراته وفكرت انها تاخد الاكل وتطلع من المطعم. واول لما صاحبتها لقيتها خايفه قامت وراحت تتكلم مع المهرج عشان تطمنها ان مفيش اي مشكله من ناحيته، بس هو فضل ساكت وما اتكلمش ولا كلمه، لدرجه انها قعدت كمان على رجله وخدت صور سيلفي معاه. وبنشوف صاحب المطعم وبنعرف ان اسمه ستيف، وراح للمهرج وبيساله عن اي حاجه يجيبها له، لكن برضه المهرج فضل ساكت وما ردش عليه، وبيسيبه ستيف ويروح يكمل شغله. في اللحظه دي بيقوم المهرج وياخد فلوس من الترابيزه، وكان مركز مع تارا ودخل الفلوس في آلة الالعاب، وبتطلع من الآلة خاتم وبياخده المهرج ويروح يلبس الخاتم لتارا. واول لما لاحظ ستيف تصرفات المهرج بيروحوا يطردوا بره المطعم هو والكيس بتاعه، وبتكمل تارا وصاحبتها اكلهم. واول لما خلصوا بيخرجوا من المطعم وبيروحوا عشان يركبوا العربيه بتاعتهم. وهنا تارا رمت الخاتم بتاعه في الشارع، بس اتفاجئوا ان عجله العربيه نايمه وما كانش عندها استبن احتياطي. وبتتصل تارا باختها من تليفون صاحبتها وطلبت منها تيجي تاخدهم بعربيتها، ووافقت ان هي تروح ليهم وتاخدهم، وخدت من تارا العنوان وقفلت معاها. وفضلت تارا وصاحبتها مستنيين في العربيه لغايه لما اختها توصل. في اللحظه دي تارا كانت بتكلم صاحبتها وقالت ليها ان المهرج ممكن يكون هو اللي خرب عجله العربيه. فبتسالها صاحبتها داون ازاي عرفت، فردت عليها تارا لانه هو الشخص الوحيد اللي كان موجود لما شافنا جنب العربيه بتاعتنا. بعد كده بنشوف عامل المطعم وكان بيدور على ستيف، بس فجاه انصدم العامل لما شاف راس ستيف مقطوعه وعيونه محروقه، وفضل يصرخ وحاول يهرب عشان يتصل بالشرطه، لكن فجاه بيظهر ليه المهرج وبيقطع ايده وفضل يطعن فيه لغايه لما مات. في الوقت ده تارا كانت عايزه تروح للحمام، وداون صاحبتها كانت بتشاور ليها على شخص خارج من بيت قدامهم، وقالت ليها تروح تستأذن منه وتدخل عندهم. وفعلا تارا راحت ليه، بس هو قال ليها ان ده مش بيت وده مخزن، وهو موجود هنا عشان يطلع فار موجود فيه. بس تارا فضلت تتحايل عليه وبيوافق في الاخر، وطلب منها انها تدخل وما تتاخرش، بس كان مكان الحمام بعيد، وبيقول ليها الشخص صاحب المخزن انها لازم هي اللي ترجع لوحدها. وبنروح لداون صاحبتها وبتسمع خبر عاجل من راديو العربيه ان في شخصين اتقتلوا في المطعم اللي هم كانوا فيه من شويه، وان اللي عمل كده لابس لبس مهرج. وخافت داون جدا، وفجاه بنشوف المهرج قاعد جنبها في العربيه وفضلت تصرخ بصوت عالي عشان يجي اي حد يساعدها، لكن للاسف محدش كان سامعها. وكمان مايك صاحب المخزن كان مخلي السماعات في ودنه وما كانش سامعها. وبنشوف تارا اللي خلصت وخرجت من الحمام وكانت عايزه ترجع للباب، بس هي نسيت الطريق وما كانتش عارفه تطلع منين. وفجاه ظهرت ليها بنت مريضه وشايله لعبه في ايديها، وطلبت تارا منها انها تخرج من المخزن. وقبل ما تجاوبها البنت المريضه بيظهر فجاه المهرج وكان في ايده مشرط وكانت ايده مليانه دم. واول لما شافته تارا طلعت تجري منه من خوفها، بس هو عرف مكانها وضربها في رجليها. وتارا كانت بتدافع عن نفسها وبتضربه وبتحاول تهرب منه، لكن هو سيطر عليها وعايز يقتلها، بس هي مسكت المشرط بتاعه وضربته في كتفه وبتجري منه، وبتلاقي بابه وبتخبط عليه عشان يجي اي حد ينقذها، بس بدون فايده. وكان المهرج بيدور عليها وهي كانت مستخبيه منه وماسكه في ايديها حديده عشان تدافع عن نفسها. في اللحظه دي بنشوف فيك اللي كانت رايحه لاختها تارا، فبتسمع الاخبار في الراديو عن الجرائم اللي عملها المهرج، وهو كان بيقتل في الناس اللي موجودين في نفس المنطقه اللي فيها تارا وصاحبتها. فقلقت جدا على
بختها. بعد كده بنشوف تارا بتدور على اي حد يساعدها لغايه لما شافت مايك قصادها وفضلت تصرخ عليه عشان يجي وينقذها، بس هو كان مخلي السماعات في ودنه وما كانش سامعها. وفجاه بيظهر المهرج من وراها وبيكتم نفسها وبيديها حقنه مخدره عشان تنام. واول لما فاقت تارا لقت نفسها متكتفه وقاعده على كرسي وهو كان واقف قصادها وكان شكله مرعب. وتارا كانت بتحاول تفك وتخلص نفسها بس في الاخر بتفشل، وفضل المهرج يخوفها ويرعب فيها. في الوقت ده كان في ستاره متعلقه في المكان اللي هي فيه وبيشيلها المهرج، واتصدمت تارا لما شافت صاحبتها داون متعلقه بدون ملابس وهو كان رابطها ومشقلبها من راسها. وفضلت تارا تصرخ من اللي هي شافته وحاولت مره تاني انها تخلص نفسها من الكرسي، لكن الصدمه لما المهرج قسم صاحبتها داون بالمنشار. وهنا قدرت تارا تخلص نفسها وتفك الحبل اللي هي مربوطه فيه، وبعدها بتضرب المهرج وطعنته بحديده وبتاثر المهرج باصابته. فاستغلت تارا الموقف وطلعت تجري وهو فضل يمشي وراها عشان يلحقها ويقتلها. اول لما شافها بسرعه بتمسك تارا خشبه وبتضربه بيها، وهنا بيعمل نفسه ميت عشان يضحك عليها، لكن فجاه بيطلع مسدس وضرب تارا في رجليها وضربها رصاصه تانيه في بطنها والتالته كانت في وشها. وكان كل اللي حصل ده كانت شايفاه البنت المريضه اللي كانت شايله لعبه في ايديها. وفي اللحظه دي كان المهرج بيستعد عشان يخلص على تارا بشكل نهائي، بس اكتشف ان مسدسه كان فاضي من الرصاص فراح عشان يجيب رصاص ويرجع تاني. وفي نفس الوقت ده بتوصل فيكي للعنوان اللي اديته لها اختها، فشافت عربيتها راكنه قصاد باب مقفول وكانت بتكلم داون صاحبتها عشان تعرف مكانهم فين بالظبط. وبيرد عليها المهرج على اساس انه صاحبتها وطلب منها تدخل من الباب اللي ورا لان تارا تعبانه شويه. واول لما خلص المحادثه مع اختها بيرجع لتارا وضربها برصاصه في عينيها. وهنا بنشوف البنت المريضه وبتروح لمايك وتحكي ليه على كل اللي شافته وطلبت منه مساعده، بس مايك كان عارف انها مريضه وما صدقهاش. بعد كده بيسيبها ويمشي وبيتصل مايك بصديق ليه عشان يروح له، بس فجاه هجم عليه المهرج بشاكوش على راسه وكسر الموبايل. في اللحظه دي بتروح البنت المريضه للعبه بتاعتها وبتطمن عليها، بس هي ما لقيتهاش في مكانها. ومن هنا عرفت ان المهرج هو اللي خدها وراحت تتكلم معاه وعملته زي الاطفال وخدته في حضنها عشان يهدى. في الوقت ده بيوصل صاحب مايك ويفضل يتصل عليه، لكن هو كان بيلاقي دايما الخط مقفول وكمان لقى الباب مقفول وما كانش قادر يدخل ويوصل له. وبنشوف فيكي بتتصل على تليفون داون وهي سمعت صوت التليفون وعرفت انه قريب منها وقررت تنزل المكان اللي جاي من عنده مصدر الصوت. واتفاجئت بداون مقسومه نصين قصادها فانصدمت من اللي شافته وطلعت بسرعه عشان تهرب، لكن لما طلعت سمعت صوت حد بيصرخ وكانت فاكراها تارا وقررت تروح ناحيه الصوت. واول لما راحت شافت بنت مقتوله وبنعرف ان البنت المقتوله هي البنت المريضه وكان المهرج هو اللي قتلها. وبدات تتحرك وتجري بسرعه عشان تطلع من الباب الخلفي لكن بدون فايده، وفجاه اتفاجئت بالمهرج وراها. وبنشوف مره تانية صاحب مايك اللي افتكر ان في نسخه من المفاتيح جوه دواسه العربيه فخد المفاتيح ودخل المكان وانصدم لما شاف الدم في كل حته، ومره واحده ظهر وراه المهرج وضربه بسكين على راسه وقتله. في اللحظه دي فيكي كانت بتحاول تهرب من المكان وبيعرف المهرج مكانها وبيروح ليها وبيخنقها بكيس عشان يقتلها، بس هي قدرت تقطع الكيس بسرعه ولاحظت ان في مسامير في الارض فخدتها بسرعه وضربته على رجله وبدات تصرخ وتجري وتدور على اي حد يساعدها. في الوقت ده بيتحرك مايك لما سمعها وانصدمت فيكي لما شافت تارا مربوطه على الكرسي ومقتوله بطريقه بشعه، وبسرعه بيوصل ليها المهرج وبيضربها بجنزير حديد وفضل يضرب فيها بقوه في كل حته في جسمها. وقبل ما يقتلها بيوصل مايك من وراه ويضرب المهرج وقدر ينقذ فيكي في اخر لحظه. وبدا مايك يتصل بالشرطه ويحكي لهم كل اللي حصل وبلغهم انهم لازم يوصلوا بسرعه وان هو هيدخل في اوضه الطوارئ لغايه لما يوصلوا. وفعلا خد فيكي لحد الباب بس كان مقفول وقعد يدور على مفتاح عشان يطلعوا من المكان، لكن مره واحده بيظهر تاني المهرج وضربه بانبوبه وبدا يدوس على وشه لغايه لما كسره. في اللحظه دي كانت بتحاول فيكي تكسر الباب بحديده لغايه لما اتفتح الباب، لكن بيوصل ليها المهرج من وراها وبيخنقها وهي بتدافع عن نفسها وبتضربه بحديده في عينه. وراحت بسرعه تجري على اوضه الطوارئ بس برضه بتلاقي الباب مقفول. وفجاه سمعت صوت الشرطه بره وطلعت عشان تكون قريبه منهم وحد يسمعها، لكن بيوصل المهرج وكان سايق عربيه وبيخبطها بيها وبعدها بيقرب منها المهرج وفضل ياكل في وشها. وهنا بتوصل الشرطه وطلبت من المهرج انه يرفع ايده، بس هو طلع مسدس من جيبه وقتل نفسه. وبنشوف جثه المهرج وجثه مايك بيوصلوا للمشرحه عشان الطبيب الشرعي يحللها، لكن انصدم الطبيب لما شاف وش مايك متدمر. بعد كده بيفتح الكيس اللي فيه جثه المهرج عشان يشوفها، بس فجاه بدا النور يطفي ويولع وبدا يرن التليفون. واول لما رجعت الكهرباء للغرفه بيقوم المهرج ويمد ايده ويخنق الطبيب ويموته. بعد كده بتطلع فيكي من المستشفى بعد مجموعه عمليات بسبب هجوم المهرج عليها، وبنشوف وشها بقى كله مشوه، وكانت فيكي الوحيده اللي نجت من المذبحه دي. واتحولت فيكي لنسخه تانية من المهرج بعد تشوه وشها كله اللي بقى مرعب، وكانت بتعاني من شكلها بسبب تنمر الناس عليها. وهنا يخلص فيلمنا النهارده ولينا اللقاء في الجزء الثاني من الفيلم.